السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله ووحدوا الله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، علي أفضل وأكرم وأطهر الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 38 يوم. عمر الفراخ البيضاء النهارده 38 يوم. نشوف بس الاول الفضلات، لاني لما بكون بسجل معاكم والله فضلات فبأثر في الكلام، عشان قبل ما الفضلات تنزل تحت في الارضيه مش هعرف اشوف لكم فضلات. لو نزلت تحت مش هعرف اشوف لكم فضلات. اعزكم الله. الطبيعي 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 الطبيعي. اعزكم الله اهو. طبعا بنشوف اي فضلات بنجري عليها ما بنصدق، لان ارضيات البلاستيك لما الفرخه بتعمل فضلات بتنزل تحت بسرعه، فلما بنلاقي فضلات بتبقى نادر جدا نلاقي فضلات زي ما انتم شايفين كده. برضو هم ضمن المكان ده اللي لقينا فيه فضلات، بس بدور اهو مش لاقيه تاني. بصوا بلا الف اهو بالكاميرا مش لاقيه تاني فضلات. المهم الحمد لله كده الفضلات كويسه، مفيش اي حاجه عند الفراخ. اهم حاجه الحمام، وبنأكد تاني وعاشر لغايه لما نخلص الدوره. هنفضل نأكد على الحمام، هنفضل نأكد على الحمام. مهم جدا ان انت تخشي تبصي على الحمام. طبعا زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، النهارده العمر 38 يوم للفراخ الايه؟ للفراخ البيض. ان شاء الله بامر الله عمر 40 يوم هننزل لكم الفراخ. عمر 40 يوم هننزل لكم الفراخ. النهارده بقى انا كنت الصبح حاطه لهم عسل على خل زي ما انتم شايفين، حتى ممكن يكون بواقي السقايه باين اللي هي فيها عسل. كنت حاطه لهم عسل على خل. دلوقتي هنحط ايه؟ نحط ميه بس. وطبعا بقى المتابعين اللي قالوا لي حطي قوالب الطوب يا ام مصطفى، والله تصدقوا بالله بعد ما خلصت معاكم الفيديو بتاع امبارح بتاع 37 انا حطيت قوالب الطوب. يعني انا حطيت العلف والميه قدامكم، وقبل ما انزل حطيت في كل سقايه في كل علفه من جوه. بصوا قالب طوب اهو. كان 4، انتوا عارفين ان كان 4 صح؟ الرابعه اهي. طب انت راكنه الرابعه ليه كده يا ام مصطفى؟ الرابعه بقى دي وهي فيها قالب الطوب. دخلت الصبح لقيتهم وهي فيها. بصوا بقى، يعني لو ما كانت فاضيه قسما بالله لما كانت فاضيه مع عمري ما شفتها اتقلبت القلبان ده. يعني عايزه اقول لكم بس يا جماعه والله العظيم لحذر من القدر. يعني انا عمري اللي فات قبل ما احط فيها قوالب الطوب ما كانت بتقع كده. حطيت فيها قوالب الطوب لقيت قالب الطوب في يمه ودي في يمه. بصوا بقى كده والله حطيت ايدي من الصبح، دي في يمه ودي في يمه، وقالب الطوب في يمه، والعلف تحت في الارضيه. واول مره تحصل وهوريكم والله العظيم. والعلف بصوا اعزكم الله طبعا بقى عشان بصوا لو انتوا دققتوا هتبصوا تلاقوا العلف وقع فين. بصوا العلف وقع فين. العلف وقع تحت في الارض يا امي حبيبتي كده. بصوا كتير على فكره اهو. المكان ده بتاع الايه اللي كان فيه الايه اللي كان فيه العلافه. قلبين واقعين قلب الطوب وفاصلين العلافه من بعض وموقعين العلف تحت في الارضيه وما اعرفش. بعد ما حطيت قلب الطوب انا بقيت مستغربه. يعني انا تقلت العلافه وانتوا خليتوا قلب الطوب في يمه، والجزئين بتوع العلافه في يمه، والعلف تحت في الارضيه وقعوه. فمفيش حاجه تانية اقدر ان انا اعملها يا جماعه. فلا حذر من القدر، واول مره على فكره تحصل. يعني انا بربي على ارضيات البلاستيك بقالي فتره وانتوا عارفين. او ما تحصلش لما احط قلب الطوب كمان، يعني اتقل العلافه كمان. وبعد ما خلصت خالص وشلت العلافه وشلت قالب الطوب، والله ما تصدقوا يا جماعه. وخلاص بجيب بقى السقايات الكلام ده الصبح. ما كانش معايا بصراحه التليفون بامانه، يعني ما كانش معايا التليفون. وبجيب قالب الطوب بقى وبجيب الحاجه بخرجها هنا. خلاص بقى قلت مش مشكله العلافه دي، وقبل ما نبقى ايه اجي بالليل املاها يعني واحط لها قوالب طوب تانيه واملاها مش مشكله. وقلت هيقضوا باللي عندهم كده كده في علف اهو. يعني اما شلنا العلافه ما اثرش حاجه، في علف وفي ميه الحمد لله. يعني في السقايات فيها ميه. بضرب بعيني بقى وانا معديه في المكان ده في المكان ده لقيت فرخه ميته. طب من ايه يا ام مصطفى؟ لو قلت لكم مش هتصدقوا. لو قلت لكم ميته من ايه مش هتصدقوا. انا بقى بصوا الميزان زنقت بيه. بصوا عارفين الواسع ده في قلب طوب اهو. كانت الصناديق برضه احنا بنقول اللي حصل لعل وعسى حد يستفاد. انا زنقت الميزان ده كده عشان الحاجات دي ما تتحركش، وحطيت قالب طوب هنا عشان ما فيش فرخه تتزنق.
شفتوا بقى؟ لازم انا اشيل الميزان عشان اوريكم ايه اللي حصل. كده انا زحزحت الميزان اهو. بصوا بقى، وهنشيل قالب الطوب عشان اقول لكم ايه اللي حصل برضه، هشرح لكم اللي حصل عشان ما حدش يقع في المشكله دي. شفتوا بقى انا شلت قالب الطوب اهو وزحزحت الميزان اهو. بصوا بقى الفرق دي كده، شفتوا الفرق الصغير ده اهو؟ انا عملت زي ما كان بالظبط، فرق اهو ما بين الصندوقين. لقيت فرخه مدخله راسها هنا وتنتها تجازف ما عرفتش تخرج راسها، كان اضيق من كده سنه كمان، وهي واقفه بطولها وراسها مزنوقه هنا وميته. يعني الفرخه واقفه في الحته زي الفرخه اللي واقفه دي كده، بس وشها للصناديق واقفه ودخلت راسها هنا ما بين الحتتين دول كده، وزي ما تقولوا ما عرفتش عماله تجازف ما عرفتش، ماتت وهي واقفه وراسها مزنوقه هنا. يعني عايزه اقول لكم ماتت وهي واقفه وراسها مزنوقه في المكان ده. شفتوا بقى يا جماعه؟ يعني عايزه اقول لكم حاجه يعني غريبه غريبه غريبه، واول مره يحصل لي الموضوع ده. عايزه اقول لكم ان فرختين كده عندي ماتوا موته والله العظيم غريبه. يعني الحمد لله الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا خير. فرخه ماتت ما بين صندوقين، راسها اتزنقت ما عرفتش تطلع راسها، دخلت لقيتها ميته. وقبلها فرخه ماتت في نفس المكان ده اهو، زنقت دماغها هنا زي ما تقولوا كانت نايمه وزنقت دماغها هنا. انا شلت برضه اهو، كنت حاطه هنا طوب شلته عشان اوريكم. زنقت دماغها هنا، جت تشيل دماغها ما عرفتش، زنقت دماغها ما بين الحيطه وما بين الارضيه البلاستيك، كانت المكان ضيق عليها، فبعد ما زنقت دماغها جت تقيل ماتت في نفس المكان ده. يعني عايزه اقول لكم موتين للفراخ اول مره تحصل. والله يا جماعه انا النهارده دخلت بقول لكم انا كل تركيزي في المكان ده، لما لقيت العلافه واقعه وانا بلف بقى، جبت العلافه بلف كده لقيتها اهي. حتى انا حطيت طوب اهو وزنقت الصناديق بقى وظبطتها. فانا استغربت وبتشوفوا انا اتخضيت اصلا وخفت واستغربت. انتوا تشوفوا الفرخه اكنها متعلقه في المشنقه واقفه يا عيني ومزنوقه راسها فوق خالص وما عرفتش تجازف فاتزنقت ماتت. اكنها فرخه واقفه وحد شانقها وراسها زرقاء ووشها ازرق زي التيم الزنقه. فسبحان الله. وعايزه اقول لكم انا شايلاها تيجي اكتر من 2 كيلو ونص، بس وانا بشيلها وبرميها قلت عوضي عليك يا رب. بس انا بقول لكم ايه اللي حصل عندي النهارده. فرختين ماتوا، لا تعبانين ولا عيانين ولا عندهم اسهالات ولا عندهم برد والفضلات بتشوفوها، الحمام بتشوفوه بتاعهم كل يوم، والفراخ اهي بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي الفل. سبحان الله. 2 ماتوا موته غريبه، واحده اتزنقت ما بين الصندوق والحيطه وواحده اتزنقت ما بين الصندوقين دول. فالحمد لله. بس انا بعرفكم عشان الناس تخلي بالها، انا حبيت اقول لكم الكلام ده عشان الناس تخلي بالها. وان كانت الحاجه دي مثلا هتاخد العين فالحمد لله يا جماعه. قبل كده برضه اتفاجئت، دخلت لقيت زي ما انتم شفتوا الميه واقعه في الارض، وبرضه كانت اول مره اشوف الموضوع ده عندي. الميه وقعت في الارض والله العظيم، واقعه مسوحه الدنيا. برضه بعدها على طول خلاص الدنيا بقت كويسه والحمد لله. النهارده لقيت العلافه، ورغم ان فيها قلب الطوب وبعد العلافه لقيت الفرخه ماتت. فحاجه انا مش انا الحمد لله كله خير. لعلمتم بالغيب لاخترتم الواقع، بس انا بستغرب على الحاجه اللي بتحصل. فالحمد لله الناس يعني الموضوع مش موضوع اهمال مني او في حاجه في الفراخ او خنقه او احتباس حراري، كانت الفراخ كلها ماتت. لكن هو حاجه بقى كده قدر يا جماعه، دي حاجه الهيه من عند ربنا. فالحمد لله كله خير والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس احنا بنحكي الموضوع ليه بقى؟ عشان الناس تخلي بالها. المشكله دي هتحطي صناديق لازم تزنقها كده على بعضها، ما تخليش فيها فراغات. في فراغات عندك سيبي بقلب طوب وخلي الفراغ واسع كده. الفراغ بقى واسع اهو، لو فرخه دخلت دماغها هيخرج، بس حطيت قلب طوب عشان ما رجلها بس ما تتزنقش. فالحمد لله الحذر من القدر كله خير. صلوا على النبي، سموا بالله. وكل اللي احنا هنعمله هنحط سن الفول على العلف ونحط ميه بس على يعني هنحط ميه بس مش هنحط عليها حاجه كده. زي ما انتم شايفين حطينا ميه بس اهو، وادي السقايتين اهو، كل سقايه 4 رتل ماشي. طبعا جهزنا العلافات اهي 3 اهم، وجبنا العلافه التانيه وحطينا سن الفول على على العلف. انا حطيت النهارده يعتبر يجي 3 كيلو علف
على ايه، حطينا ربع كيلو سن فول ورجعنا حطينا 100 جرام كمان عشان دول 3 كيلو علفه يا جماعه. سن الفول على العلفه، لو انتوا دققتوا هتلاقوا سن الفول على العلفه اهو. ماشي. سن الفول ممتاز جدا، بس يا جماعه السليم او المكسر ما بيكونش مكسر قوي، بلاش. جايباه مش مكسر قوي، زي ما قلت لك اعمليه في الكبه، اعمليه في الكبه بس كده. هنفرغ بقى كده في العلافات ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده، وكنت زي ما خلصت معاكم الفيديو امبارح، وبعد ما خلصت زي ما عملت امبارح كده هو اللي انا عملته النهارده. بصوا ال4 علافات، كل علافه مش عليها من فوق بقى، ده انا ساقطاه في قلبها كمان. يعني انا ساقطه كمان قالب الطوب جوه مش بره، لان في متابعين قالوا لي حطي قالب طوب على العلافه من فوق. يعني ازاي يا جماعه؟ عايزه افهمكم، المتابعين كانوا قصدهم كده. بصوا كده، احط قالب طوب كده، كده بقى خطر. ليه بقى؟ لان كده لو اللهم صل على النبي، لو فرخه زعزعت العلافه ممكن قالب الطوب يقع على فرخه نايمه زي اللي نايمه دي مثلا، يروح واقع على نافوخها. فالافضل بقى ان انا احطه ايه كده، بحيث بقى لو العلافه وقعت زي ما حصل النهارده وشفت قالب الطوب في يمه في الارض والعلافه في يمه. بس ايه اللي حكم بقى العلافه لما ايه اللي حكم قالب الطوب لما العلافه وقعت؟ اللي حكم قالب الطوب لما العلافه وقعت ان هي وقعت كده، قالب الطوب جوه وقعت كده، ميلت بقى كده في الارض وقعت. قالب الطوب الحاجز هنا، الحلافه حجزت قالب الطوب، لان انا ايه حاطه قالب الطوب من جوه مش من بره، مش حاطاه من على الوش، لان من على الوش كده غلط. اللي بيعمل كده يخلي باله، غلط. فاحنا زي ما انتوا شايفين هي العلافه اللي دي اللي وقع المكان اللي لسه موريهولكم، اللي وقع العلف تحت وبتضير لقيت الفرخه ميته اهي. فالحمد لله انا بفهمكم برضو وبقول لكم على اللي حصل، عشان لعل وعسى حد يستفيد ويشوف المشكله عنده فين. لو حد بيربي زيي يبقى ياخد باله، حد عنده علافات ما يحطش قلب الطوب على الوش من بره من فوق، لا يقع على راس فرخه ولا فرخه يموتها. والله كده كده الموت مش مستني الحاجات دي، زي ما قلنا وبنقول وما زلنا بنقول لا حذر من القدر. اهو كل حاجه بعيده اهي، والفرخه ماتت موته مش على البال ولا على بالي ولا على بال اي حد. سبحان الله، الميت ميت، الميت ميت. الحمد لله كده خلصنا. بصوا بقى الفيديو بتاعنا وقربنا نخلص. بصوا سن الفول ما فيش الا يجي كيلو، كنت انا جبت 2 كيلو في 2 كيلو 4 كيلو. بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاكل، لان انا جايباه صغير، سن فول صغير، والفراخ بتاكله زيه زي العلف. لو الفراخ ما بتاكلوش هقول لكم ما بتاكلوش، بس مره واحده في اليوم و100 جرام على كيلو العلف، ويكون بالليل افضل مش بالنهار، لان سن الفول حامي والبروتين بتاعه عالي. فالافضل ان انت تحطيه بالليل، بيكون الجو ساقع وبيسخن جسم الفرخ وبيدفي جسم الفرخ، لكن بالنهار ما ينفعش. يعني نعم احنا في شتاء، سوا ليل سوا نهار، بس الافضل تحطيه بالليل. وبرده ما تكتريش 100 جرام سن فول على الكيلو العلف، مره واحده يا جماعه في اليوم، تبيتي عليه افضل، تبيتيه زي كده افضل. الافضل يعني ان انت تبيتيه احسن، تبيتي الفراخ عليه. ماشي يا حبايبي؟ يلا يا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وقدرت اقدم لكم حاجه تستفيدوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.